في الحقيقة أن المتصفح لمسيرة النهضة المباركة سيذهله التغير الإيجابي والحكيم لمجرى الأحداث والحياة في عمان، وما حدث من نقلة نوعية وتكنولوجية في تاريخها لتواكب العصر وتتقدم في ظل المعطيات العصرية والحركة السريعة التي كانت تدب من حولها والتي لم تكن بتلك السهولة. فهناك مرحلة مهمة في حياة الشعب العماني شمر الجميع عن سواعده نساء ورجال، مرحلة كانت بمثابة عصر جديد وحاسمة لمرحلة البناء والتعمير والنهوض بالإنسان العماني وفتح الفرص والمجالات أمامه ليهنأ بالعيش الكريم في ظل نهضة تنموية شاملة تغير مجرى حياته وتسمو بطموحاته. لم تكن سبل العيش والأوضاع المادية والمعيشية في عمان قبل السبعينيات تلبي احتياجات الفرد وآماله، فكانت الهجرة إلى بلدان الخليج من أجل لقمة العيش. وما كان يحدثنا عنه كبار السن من شبح الجوع والفقر والمعاناة، من نقص الخدمات كالمستشفيات والشوارع وسبل الراحة. لذلك غادر البعض أرض الوطن محملا بالأشواق والتفكير في الأهل وموطنه، فكانت سنوات الغياب متعبة جدا. وعندما جاء ابن عمان البار وعد بالتغيير وأرسى قواعد الدولة العصرية، فكانت الثقة بشخصيته القوية وحديثه كان بمثابة المنقذ لعمان وأهلها وما يحمله من بشرى وعد، فأنجز. فكان ميلاد الأمل والحياة في عمان، فبنيت المدارس والمستشفيات وغيرها من الإنجازات التي جعلت من عمان أرض متطوره مواكبة لتطورات هذا العصر، حتى أشرق فجر السبت الحزين. ففي 10 من شهر يناير شعب عمان بخبر رحيل قائدهم وباني نهضتهم، فاتسعت قلوب كبارهم وصغارهم بحزن، فقدهم لأعز الرجال وأنقاهم، إلا أن الحياة يجب أن تستمر. لذلك استعد شعب عمان لسماع ومعرفة قائد نهضتهم الجديد، وما زادهم فرح وطمأنينة إن سلطانهم الراحل هو من أوصى بهذا البطل لمواصلة مسيرة النهضة المباركة. وها هي عمان اليوم بوجوده ترصعت بالمجد تيجانها، وأسدلت ضفائرها على السيف مجدلة، فهاجت شطآنها ونظراتها شموخا تبني قلاعا وحصونا بالعز شيدتها، ونسجت من أوشحة الجود حروف الفخر هيثم عشقها. فما أجملك بثوبك الباهي المنظر بروعة الأبيض والأحمر والأخضر، عمان حبا بل عشقا ونبضا به تحيا القلوب وبالعز تزهر.